بعد ما عرفنا في الفيديو اللي فات ايه هي سياحة المغامرات، النهاردة هنعرف مع بعض ايه هي انواعها، وبشكل عام نقدر نقسمها لنوعين رئيسيين يندرج تحتهم أنشطة كتير جدا متفاوتة في درجة خطورتها. النوع الأول هو سياحة المغامرات الطبيعية، وتتمثل في كل الأنشطة اللي يقدر الإنسان يمارسها في الطبيعة بين جبال وبحار وصحاري وغيرها. وبتنقسم الأنشطة لثلاث مستويات حسب درجة خطورتها. المستوى الأول بتكون أنشطة خطيرة أو صعبة، ودي بتكون خطورتها عالية وبتحتاج مجهود بدني شاق، زي تسلق الجبال واستكشاف الكهوف تحت الماء. والمستوى التاني بتكون أنشطة معتدلة في درجة الخطورة، زي القفز بالمظلات وركوب الأمواج. أما آخر مستوى بيكون فيه المغامرة الناعمة، ودي أنشطة بسيطة زي البعثات الاستكشافية والتخييم ورحلات السفاري. النوع التاني معانا هو سياحة المغامرات الصناعية، ودي بتكون من صنع الإنسان ومحاولته لخلق بيئة وتهيئة ظروف لممارسة المغامرة، زي الألعاب الهوائية مثلا، والقفز من قمتين جبليتين باستخدام الحبال أو السلالم المفرغة. ونقدر نقسم سياحة المغامرات بشكل مختلف على حسب البيئة اللي ممكن تتمارس فيها لثلاث أنواع، وهما مغامرات مائية زي الغوص وصيد الأسماك والتجديف، ومغامرات جوية زي القفز بالمظلات والطيران الشراعي، وأخيرا مغامرات أرضية زي رحلات القطب الشمالي وتسلق الجبال أو الصخور. وبكده نكون عرفنا كل أنواع سياحة المغامرات. استنونا الفيديو الجاي عشان تعرفوا الأماكن اللي المغامرة مستنياكم فيها. ريسكو، متعتك في اكتشاف مغامرتك.